قلقك عمره ما هيحل مشكلة أو هيغير حاجة، لأنه في المكان الغلط. هلو يا أبطال الونس، عاملين إيه؟ النهاردة كلامنا عن إزاي بنستنزف طاقتنا في القلق على حاجات بره إيدنا تماما. هنتعلم إزاي نفرق بين المشاكل ونعرف إيه اللي يستاهل نشيل همه وإيه بره إيدينا عشان نرجع توازننا النفسي. أنا هايدي وده The Wellness Squad، يلا نبدأ. سألت نفسك قبل كده هو قلقك وشيلك للهم ده غير إيه في الواقع؟ الحقيقة اللي محتاجين نتقبلها هي إننا مهما قلقنا ومهما فكرنا ومهما تعبنا مخنا في حاجات كتير مش هتتغير، ببساطة لأنها مش في إيدينا. إحنا غالبا بنستهلك أعصابنا وصحتنا في خناقات مش بتاعتنا ونتيجتها محسومة من قبل ما تبدأ. عايزاك تتخيل معايا إنك واقف في مركز دايرة صغيرة، سميها دايرة السيطرة، والدايرة دي متحوطة بدايرة تانية أكبر بكتير، سميها دايرة القلق. أغلبنا عايشين ومستقرين في الدايرة الكبيرة دي، دايرة القلق Circle of Concern. شغالين بالنا بحاجات زي هو فلان قال عليا إيه؟ هي الأسعار هتروح لفين؟ هو ليه الشخص ده كان رد فعله كده؟ الدنيا زحمة ليه؟ بتفكيرك وقلقك على الحاجات دي أنت بتبذل مجهود عقلي على الفاضي. تركيزك مع الدايرة دي بيخليك رياكتيف، بتعمل رد فعل بس، وبيكون رد فعل سلبي بيستهلك طاقتك، وفي النهاية بيحصل لك استنزاف نفسي وعاطفي من غير ما يحصل تغيير. لما بتحصل حاجة وحشة أو حاجة مش عاجبانا بنكون عايزين نغيرها. لما الحاجة دي بتكون بره قدرتنا على التغيير بنقلق وبنفكر فيها كتير عشان ده اللي نقدر نعمله. ده بيدينا إحساس زائف بالسيطرة على الموقف. التوازن النفسي بيحصل لما بشيل اهتمامي من دايرة القلق الكبيرة دي وبوجهه جوه الدايرة الصغيرة، دايرة السيطرة Circle of Control. ده مكانك الحقيقي، هنا الحاجات اللي ليك سيطرة عليها، رد فعلك، كلامك، الحدود اللي بتحطها للناس، المجهود اللي بتبذله في يومك. لما بتركز هنا جسمك بيبدأ يهدى لأنك بقيت في المكان الصح اللي انت مسيطر فيه. انت مسؤول عن الدايرة الصغيرة لكن مش مسؤول عن الدايرة الكبيرة. خلينا نبدأ نطبق ده. ارسم الدايرتين وحط نفسك في المركز. أي فكرة تيجي في بالك اسأل دي تتحط في أي دايرة، لو تقدر تاخد أكشن يغيرها تبقى في دايرة السيطرة، لو لأ يبقى في دايرة القلق. أي فكرة تقتحم يومك اسأل نفسك دي تبع أنهي دايرة. بمجرد تسميتها دايرة قلق عقلك هيتوقف عن التعامل معاها كأولوية لأنك اعترفت إن هي بره سيطرتك. لما تلاقي موضوع في دايرة السيطرة ابدأ اشتغل عليه فورا ولو ل5 دقايق. ده بيخليك تحس بالسيطرة الحقيقية على حياتك بدل السيطرة الزائفة. غير السؤال من سؤال بره دايرتك لسؤال جوه دايرتك. بدل ما تسأل ليه ده حصل اسأل إزاي هتعامل معاه. مثلا بدل ما تسأل هو ليه شخص معين بيتعامل معاك بطريقة مش كويسة، اسأل إيه الحدود اللي تقدر تحطها في التعامل معاه. ده بيحول عقلك من حالة التفكير والقلق لحالة الحل والتصرف. فكر نفسك دايما إنك تشتغل على اللي في إيدك تغيره والباقي كله بره دايرتك، ارميه ورا ظهرك. لو ما قدرتش تمنع نفسك من القلق على الحاجات اللي بره إيدك اعمل worry time. كل يوم خصص وقت معين خلال اليوم إنك تفكر في الحاجات اللي بره إيدك وتقلق عليها، ولما الوقت ده يخلص هترجع ترميها ورا ظهرك تاني وتخلي التركيز على الحاجات اللي جوه دايرتك. طاقتنا ليها ليميت وبتخلص، بلاش تضيعها على القلق على حاجات مش في إيدك ووفرها للحاجات اللي تقدر فعلا تغيرها وللوالنس بتاعك. قولوا لي في الكومنتس ازاي هتبداوا تفعلوا دايره القلق والسيطره في حياتكم عشان نبدا نتدرب على ازاي نميز بين الحاجات اللي تستاهل نبذل فيها مجهود وطاقه والحاجات اللي نرميها ورا ظهرنا. ولو حاسين انكم محتاجين مساعده في التدريب او محتاجين تعبروا عن قلقكم اكتر في مساحه خاصه وامنه، متاح دلوقتي coaching sessions 1 to 1. ابعتوا لي مسج من لينك انستجرام في الديسكربشن وهبعت لكم التفاصيل كلها. كان معاكم هايدي The Wellness Squad. باي.